السلام عليكم شباب، اهلا بكم في الحلقه رقم 11 من كورس المونتاج بوصلات برنامج ادوبي بريمير. الحلقه دي من الحلقات القريبه لقلبي الصراحه، لان انا بحب المحتوى اللي هيتشرح في الحلقه ده، وهو من الحاجات اللي صدقني هتفرق معاك جدا في شغلك وهتسهل عليك الدنيا في المونتاج بشكل عام. في الحلقه دي هنتكلم سوا عن حاجه اسمها بلجنز او الاضافات اللي بنجيبها، حاجات جاهزه نركبها على برنامج ادوبي عندنا او في الورك سبيس بتاعتنا، ويبتدي ان هو يدينا شغل احترافي جدا بدون ما انا اعمل فيه اي حاجه. بيبقى كل اللي انا مطلوب مني ان انا بس اسحب الافكت مثلا او الترانزيشن او ايا كان الحاجه اللي انا اسحبها من بلجن، احطها على التايم لاين عندي في المشروع وابتدي ان انا اعدل عليها. بس احسن ما اعملها من الصفر اللي هتاخد مني ساعات وممكن ايام وممكن ما تطلعش بنفس الاحترافيه، خصوصا لو انا لسه بتعلم. خلينا في البدايه كده، خلينا مع بعض نعرف ازاي نقدر نحصل على البلجنز دي وازاي نقدر نستخدمها. هنيجي هنا كده على البرنامج بتاعنا، وده شكل البرنامج اخر مره سيبناه. هنقفل التابة المسؤولة عن الكالر كوريكشن للمتري كالر، وهنبتدي ندور هنا على البلجن. وبعد ما نضيف اي بلجن في البرنامج هنا، وبرده لو عايزين اعمل حلقه مخصوص ازاي تقدر تضيف البلجن في البرنامج عرفوني تحت في الكومنتات وهعمل لكم حلقه مخصوصه عن الموضوع ده. لكن خلينا نتكلم دلوقتي ان احنا حملنا البلجن وسطبناها، ودلوقتي هتلاقوها موجوده هنا عندنا في ويندو، وبعد كده حاجه اسمها بلجنز او اكستنشنز. هتلاقوا هنا دي كلها بلجنز انا ضايفها، بس البلجن اللي هنتكلم عنها النهارده هي بريمير كومبوزر، وهي من البلجنز الاحترافيه والمجانيه بالكامل. في نسخه منها مجانيه ونسخه منها احترافيه، بس النسخه المجانيه بتاعتها ممتازه جدا جدا وممكن تغنيك عن انك تشتري اي نسخه ثانيه. فخلينا نبص عليها كده ومحتوياتها. اول حاجه عندنا حاجه اسمها التكست بوكس. لو لاحظت هنا كل حاجه بتقف عندها او كل التكست اللي هنا بيبان ايه الانيميشن اللي معمول ليها، والتكست بوكس من اسمها فكل تكست هنا موجود جوه بوكس. كل اللي هتعمله انك تسحب بس عندك التكست بتاعك وتحطه على المنطقه اللي في الفيديو. استنى شويه ان هو يحمل، تحاول ما تعملش اي حاجه في البرنامج لحد ما يخلص تحميل، وبعد كده يبقى كل اللي عليك ان انت تشغل كده وتبتدي ان انت تتحكم في مكانها او في حجمها كمان. مثلا هنا وابتدي ان انا اعدل، مثلا عايز اعدل التكست، فهتلاقوا عندك الكمبريسور بتاعتنا او البلجن بتاعتنا فتحت لك جنب كلمه براوز حاجه اسمها اديت عشان تقدر تعدل كل حاجه تخص التكست بتاعك. فهتلاقي عندك هنا جوه التكست مكان تقدر تكتب فيه مثلا الاسم اللي انت عايزه يظهر. تمام. تحت هنا في خصائص كلها تحتاجها برضو بتاعت التكست، الخط، البولد مثلا، ريجولار، ايا كان، الخط مايل، الخط مش مايل، كل حاجه تخص التكست هتلاقيها هنا. طبعا لو عايز تعمل تراكنج برضو في الموضوع هيبقى موجود هنا، مثلا تقدر انت تتحكم فيه برضو. عندك هنا تحت كلر لو انت عايز تتحكم في الوان التكست، مثلا عايز الكتابه او الباك جراوند تبقى حمراء، مثلا عايز التكست نفسه مثلا مكتوب بالاسود او بالاصفر الاخضر ايا كان، تقدر ان انت تعمل كل اللي انت عايزه. طبعا لو انا عكيت الدنيا هنا فكنترول زد هيرجع لي الدنيا زي ما كانت. بعد كده زي ما قلنا عندنا ترانسفورم، دي المسؤوله عن مكان التكست على الشاشه. طبعا زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، ترانسفورم مثلا عندك بوزيشن، سكيل، روتيشن، الحاجات اللي مسؤوله عن مكان التكست على الشاشه وحركته على الشاشه. لو عايز اعمل بقى موضوع اللي هو الكي فريم زي ما اتعلمنا، فاحنا ممكن نعدل على نفس العنصر ده اللي هو التكست بتاعنا واحنا فاتحين الافكت كنترولز من هنا برضو نفس التحكمات عادي، بس دي بتبقى احترافيه اكتر لان هي بتبقى موجوده جوه الافكت بتاعك. ممكن تتحكم من هنا او تتحكم من هناك، ليك مطلق الحريه يعني. فدلوقتي هنروح على كونتينر، برضو دي تخص شويه لو عدلت فيها هتلاحظ التعديلات دي بتحصل على البوكس اللي ورا ومكان التكست جوه البوكس. برضو خلينا نشوف باقي الحاجات اللي هنا، ده بس حاجه منهم كده وهنمسح اللي احنا ضفناه هنا ده. عندنا بعد كده التكست بريسيت، دي برضو اشكال لذيذه جدا التكست بيظهر بيها. يعني عندك مثلا اول واحد ده لو جربناه كده هتلاقي ان الجمله اللي انت بتكتبها جوه التكست مش بتظهر عادي، بالعكس ده هو بيفضل كل حرف يعد الحروف اللي قدامه لحد ما يقف عند الحرف اللي انت محدده له في الكلمه. فده بيديك شكل احترافي جدا في الكتابه بتاعت الكلمه، وصعب جدا انك تعملها بايدك حاجه زي كده، انك هتبقى كل حرف بيعد كل الحروف لحد ما يقف عند الحرف اللي موجود في الكلمه. تلاحظ كده مش مجرد ان هم بيظهروا ويختفوا، لا هو بيعد كل حرف. بعد كده عندنا برضو شويه حاجات تانية غير التكست بقى. لو هنروح للترانزيشن، وانا عندي مشهدين فانا عندي هنا حركات كتير جدا من الترانزيشنز كلها برضو جاهزه جدا ومش محتاج انك تعمل فيها اي حاجه. وجوه كل ترانزيشن من دول مثلا لو ده بيتحرك يمين فانا ممكن اضغط على الثلاث شرط دول واغير الحركه بتاعته، اخليها بوتوم ليفت، توب ليفت، ايا كان الحركه انت عايز تعملها هتلاقيها موجوده هنا. زوم اوت، زوم ان مختلفين، روتيشن دي ممكن تعمل لها كذا واحده.
يعني كذا شكل كده مثلا، او لا العكس الناحيه التانية. مثلا جليتش عندك موجود فيد تو بلاك، ده جميل جدا، موجود في برضه في بريمير حاجه اسمها ديب تو وايت وديب تو بلاك، نفس الايفكت موجود جاهز في بريمير. في عندك بعد كده لايت ليكس، ده بستخدمه كتير جدا وافكت لذيذ جدا. في عندك تشيك اند ديزرت، برضو اشكال كتير مختلفه، وكل واحد فيهم تقدر ان انت تتحرك، او موجود عنده الثلاث شروط دول تقدر ان انت تغير حركه الترانزيشن اللي جوه الانيميشن بتاعك. كمثلا نستخدم الافكت ده من اكتر الافكتات اللي انا بحبها الصراحه. وابتدي ان انا احطه هنا كده، ابتدي اشغل الفيديو فيبان ان هو بالشكل ده. فانا ابتدي ان انا مثلا عند نص الافكت من هنا اكون قاطع كده، واكون حاطط مثلا بعدها مشهد تاني. خلينا نتكلم مثلا ده مشهد اولاني وعندنا مشهد تاني ممكن ناخده من هنا. تمام، ناخد مثلا المشهد التاني ده نقطعه كده ونبتدي ان احنا نحطه بعد الترانزيشن اللي هنا، فيبتدي الترانزيشن معانا يشتغل بالشكل ده كده. ممكن نقفل الاصوات دي عشان نقدر نسمع. يبتدي يشتغل معانا بالشكل ده، ان انت جالك الشكل الافكت ده حولك من مشهد لمشهد تاني. ممكن برضه احط على الافكت نفسه او ترانزيشن نفسه ساوند افكت هنا اسمه كليك، برضه هيديك ايه حاجه كده لايقه على الافكت بتاعك مثلا هنا كده، فيبان بالشكل ده. برضو لو جربته عندك كده تحمل البلجن دي، برضو عندك هسيب لك اللينك بتاع تحميل البلجن تحت، تقدر ان انت تحمل البلجن وتسطبها عندك وتعمل اكونت عندهم، وهتبقى عندك وصول لكل الافكتس دي. وبرضه زي ما قلت لكم لو عايزين حلقه مخصوصه للبلجن دي، ازاي بحملها، ازاي بعمل اكونت عندهم، ازاي بسطبها على البريمير، عرفوني في الكومنتات. فخلينا نشوف هنا كده، ده واحد من الترانزيشن زي ما قلنا. نبتدي بعد كده نشوف الحاجات التانية. في عندنا ساوند افكتس اللي انا سحبت منها الساوند بتاع كليك، في بقى ساوندز كتير جدا تقدر تعمل كل اللي انت عايزه منها. وبعد كده عندك هنا شيب اليمنتس، برضو اشكال شكلها لطيف كده، بستخدم منها ساعات برضو في الشغل شويه حاجات منها وتقدر انك تعدل عليها. واي واحد زي ما قلنا تحته الثلاث شروط دول تقدر ان انت تغير في الشكل بتاعه وتغير في حركته في سرعته ايا كان بقى هو سامح لك بايه. عندك بعد كده السوشيال ميديا دي فيها شويه حاجات زي اشتراك في القناه، عندك لايك، عندك سبسكرايب، حاجات برضو الناس اللي شغاله في شغل الميديا هتحتاجها كتير جدا، وخصوصا ان هو اكتر شغل منتشر اليومين دول. ده يعتبر كل حاجه تخص البلجن دي. برضو لو دورت اكتر على النت او على اليوتيوب هتلاقي بلجنز كتير، مثلا منها واحد تاني بحب استخدمه اللي هو كان فين اي جوس، ده برضو من البلجنز اللذيذه جدا اللي بيحتوي على كميه ادوات جميله جدا. طبعا برنامج هنج دلوقتي، استنى عليه شويه هتلاقوا ظهرت بالشكل ده كده. ابتدي اسحبها احطها جنب التابات اللي فوق، وهبتدي اتحمل جواها برضو كميه ترانزيشنز واشكال وحاجات لذيذه جدا برضو بتنفعك في الشغل، وتقدر ان انت تعمل منها حاجات احترافيه. فزي كده مثلا هتلاقيها متقسمه برضو هنا حاجات كتير جدا، منها افكتات، منها اشكال، منها باك جراوندز، منها حاجات اوفرلاي. فدي كلها حاجات ممتازه جدا. وبرضو مع الشغل هتلاحظ ان البلجنز دي عشان تعمل حاجه بس من الحاجات اللي جواها منك وقت ومجهود كبير جدا، في حين ان انت تقدر تحملها وهي مجانيه بالكامل. مش تحتاج حد انك تشوف نسخه مكركه ولا اي حاجه، لا بالعكس هي مجانيه، هتاخدها بس تشغلها عندك في البريمير وتسطبها وشكرا على كده، تسحب تشتغل يا باشا. هيرفع ليفل المونتاج بتاعك كام درجه لفوق. فدي كده كانت الحلقه باختصار بتاعت النهارده، كل حاجه تخص البلجن وكل حاجه تخص الموقع اللي هتحمل منه البلجن ده هسيبها تحت في الوصف. زي ما قلت لكم لو عايزين حلقه ازاي نسطب ونشغل البلجن دي عندها في البرنامج عرفوني تحت في الكومنتات. برده هو الطريقه بتاعتها سهله جدا. طبعا ليها كام حلقه ما بقولش نعمل لايك وسبسكرايب والكلام ده كله، بس انتوا اعملوه من نفسكم، فما تنسوش الكلام ده. اشوفكم الحلقه الجايه.